السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد من قلب ورش ملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط. المشروع اللي ولا رمز الطموح المغربي لتنظيم اكبر التظاهرات الكرويه في العالم. اليوم غنشوفوا مع بعض اخر التطورات المهمه، خاصه مع انطلاق عمليات تغليف السقف والسرعه الكبيره اللي خدات الاشغال في الواجهه الخارجيه. الاشغال اللي ولات كتجري بسرعه قياسيه. سقف الملعب بدا كيتركب عليه واحد النوع الخاص من التغليف، وهو قماش متطور مصنوع من الياف الكربون، واللي كيتميز بالصلابه والخفه والقدره على مقاومه الرياح والتقلبات المناخيه اللي كتعرفها مدينه الرباط من حين لاخرى. طريقه العمل كذلك حديثه، كيتم تثبيت القطع بشكل دقيق عبر الياف متطوره لضمان اعلى مستويات السلامه والدقه، خصوصا ان تركيب هذا القماش كيطلب توازن عالي جدا. الجهه الخارجيه، الاشغال خدات سرعه قصوى التغليف الخارجي كيتقدم بوتيره متسارعه، وكل المؤشرات كتقول ان نهايه الاشغال قربت بشكل واضح. غير كيبقى التحدي هو احترام مواعيد الانجاز النهائيه. بالموازاة مع هذا، الاشغال خدامه من الداخل كتركيب الكراسي وقبل الطي، تحضير ارضيه الملعب باش تتركب عليها الهشب الطبيعي، والتشطيبات النهائيه والمرافق الداخليه. التقارير اللي توصلنا بها والصور الحديثه كيبينوا بوضوح ان ورش الامير مولاي عبد الله دخل في مرحله الحسم. السقف كيتغلى في الواجهات كتساري، والبنيه التحتيه كتقصى بالمسافات الاخيره. اما بخصوص السؤال المثير للجدل، واش المركب قادر يكون واجد في الوقت المحدد لتنظيم مباراة الودية بين المغرب وتونس في شهر يونيو؟ أما الحدود الساعة الآمال كاينة، خصوصا مع السرعة اللي يمشي بها الأشغال مؤخرا، لكن التأكيد النهائي راهن بإتمام السقف والأرضية وكذلك الكراسي وجميع المستلزمات الداخلية والخارجية للمركب. فخليني في الكومنتير انت شنو رايك، واش المباراه تقدر تنظم في ذاك الموعد المخصص لها او لا هذا ضرب من الخيال؟ الخلاصه، مركب الامير مولاي عبد الله اللي غادي يكون تحفه معماريه بمعايير عالميه وبايادي مغربيه 100%، وكيدل على ان المغرب ولا قادر فعلا يبني مشاريع بحال هذه بدون حاجه لخبرات اجنبيه. الى عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك وتخلي لي كومنتير، وتسنى معايا الفيديوهات الجايه اللي غادي نغطيو فيها باقي التفاصيل ديال الملاعب المغربيه ان شاء الله. الى اللقاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.